أهلا بيكم. هنتكلم النهاردة عن إزاي تشترك في المنصة وتسجل حساب وتفعل الكورسات من خلال الموبايل أو الكمبيوتر. من خلال الكمبيوتر هنفتح أي متصفح ونكتب اسم المنصة في خانة البحث وندخل على أول اختيار، وده شكل الصفحة الرئيسية للمنصة. وبما إننا أول مرة نفتح المنصة لازم نسجل حساب جديد، وده عن طريق اختيار إنشاء حساب. من هنا هيحولك على صفحة إنشاء الحساب، ومنها نكتب البيانات الخاصة بينا زي الاسم الرباعي، رقم تليفون الطالب، رقم تليفون ولي الأمر، والرقم السري، واحرص إن يكون سهل حفظه بالنسبة لك. أما بالنسبة للتليفون فهندخل على المنصة من خلال المتصفح بإننا هنبحث عن اسم المنصة ونبحث عنها، وزي ما هو واضح ده شكل الصفحة الرئيسية من الموبايل. أو ممكن تنزل التطبيق من المتجر حسب نوع تليفونك، أندرويد أو آي أو إس، أو ممكن تعمل سكان للكيو آر كود وهيوصلك للتطبيق بشكل مباشر. وبعد ما تدخل على المنصة سواء من التطبيق أو المتصفح زي ما اتعلمنا سوا، هنروح على اختيار إنشاء حساب. هيفتح لنا صفحة التسجيل تكتب فيها بياناتك بالشكل ده، وبكده يبقى انتهينا من خطوة إنشاء الحساب. ازاي بقى بعد ما انشأت حساب تعمل تسجيل دخول بالحساب اللي احنا عملناه سوا؟ من الصفحة الرئيسية هتختار تسجيل دخول، هتفتح لنا صفحة نكتب فيها رقم تليفون الطالب والرقم السري، وبعدين نضغط على تسجيل الدخول. وبعد ما اتعلمنا نعمل حساب سوا ونسجل دخول، لازم في كل مرة نخش على المنصة نتأكد ان احنا عاملين تسجيل دخول، وده هيظهر لنا لما نفتح المنصة. هتلاقي ان موجود عندنا اختيار الصفحة الشخصية، وده معناه اننا مسجلين دخول. اما في حالة وجود اختيار تسجيل او تسجيل الدخول، ده معناه ان الحساب خرج من المنصة، والمطلوب من حضرتك دلوقتي انك تعيد تسجيل الدخول مش انشاء حساب. احنا خلاص عرفنا ان انشاء الحساب بيكون مرة واحدة بس، والرقم السري اللي بنكتبه ده اللي بنستخدمه في تسجيل الدخول. ومهم جدا زي ما قلت لك تحفظ الرقم السري، لان ده اللي هتستخدمه في كل مره تسجل دخولك على المنصه. اما بخصوص تفعيل الكورسات فده بيكون بان حضرتك تشرفنا في السنتر، او ممكن تتواصل مع الدعم الفني على الرقم ده. ولو حضرتك بعيد عن السنتر ممكن الاشتراك يكون عن طريق فودافون كاش، وده طبعا بعد ما تتواصل مع الدعم الفني وتنسق معاهم الكورس اللي حضرتك محتاجه.